يا أهلا وسهلا بالغاليين، يا أهل صفحتي الكرام وكل مين عم يسمعنا من بعيد وقريب. اليوم جايتكم بسر من أسرار مطبخنا العتيق، وصفة تجمع بين الطعم الأصيل والصحة والعافية. وصفة رز ما فيها ولا نقطة زيت ولا سمنة، تسقيمتها الغذائية تسوى كنوز الدنيا. كتير منكن حيسأل معقول الرز طيب وبلا سمنة وبلا زيت؟ بقولكن يا أحبابي، أهلنا زمان كانوا يعرفوا السر، كان يطبخوا الأكل خفيف نظيف، وهذا هو سر العافية. اليوم رح أكشف لكم السر علمي جديد، بس هو بالحقيقة حكمة قديمة بتخلي الرز مو بس طيب، لا بصير رفيقكم بالصحة والرشاء. أول خطوة يا أهل الخير، مثل ما كانت ستاتنا يعلمونا، هو غسل الرز. بتجيبوا الرز وبتغسلوه بالمية الباردة مرة ورا مرة حتى تصير المي صافية مثل الفضة. هيك منشيل كل النشا الزايد ومنخلي حبة الرز تتنفس. بعدين بتجيبوا طنجرة كبيرة وبتعبوها مي، بتخلوها تغلي على نار قوية، بتحطوا شوية ملح مثل ما بتطبخوا المعكرونة تماما. بس تغلي المي بتنزلوا الرز المغسول فيها وبتخلوه يغلي شي 8 دقايق. بس تشوفوا حبة الرز صارت طويلة شوي، بتطفوا النار فورا وبتغطوا الطنجرة بالكامل وبتخلوها ترتاح شي 5 دقايق. لا تفتحوا الغطاء، خلوه ياخد راحته. وهون بيجي السر الأعظم يا كرام. بعد ما يبرد الرز تماما، أنا هلأ عم بسكبه بتركه يبرد تماما، يفضل تحطوه بالبراد شي 12 ساعة. تعرفوا شو بصير؟ النشا اللي فيه بيتحول لنشا مقاوم. هذا النشا يا أحبابي ما بيهدموا الجسم بسهولة، بخليكم تحسوا بالشبع لفترة أطول، وبساعدكم على خسارة الوزن، وكمان بيغذي البكتيريا المفيدة بأمعائكم، يعني صحة من كل النواحي. وهلأ خلينا نحكي عن رفقاء الرز لهالطبخة المباركة. عنا البازيلا. يا سلام على هالكنز اللي بيطلع من الأرض. البازيلا يا أحبابي كنز من البروتين والألياف، بتعطيكم قوة وبتخليكم شبعانين وبتساعد أمعائكم تشتغل مثل الساعة. أما سرنا الثالث بهالوصفة هو يلا الجزر. نعم، الجزر يا أحبابي هو نور العين الضية، مليان فيتامينات ومعادن وسعراته قليلة، يعني بتاكلوا وبتشبعوا وبتستفيدوا بلا ما تحملوا هم الميزان. ولما بيجتمعوا هالاثنين بصيروا قوة غذائية خارقة، تدعم صحتكم وبتعطيكم مناعة قوية. بس تجهز الخضرة بتخلطوها بلطف مع الرز البارد، بتشوفوا الألوان الحلوة كيف عم تتناغم. هلأ حفرجيكم كيف أنا زينتها. طبعا هو شيء اختياري، كل واحد في يعمل مثل ما بيحب. طبقنا هاد يا كرام مو بس طيب، لا هو درس للحكمة والصحة، بيعطيكم طاقة مستدامة، بيخليكم شبعانين وبيحسن هضمكم وبيغذي جسمكم بكل فيتامينات والمعادن الأساسية. ومثل ما بيقولوا أهلنا، الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، فحافظوا على تاجكم يا جماعة. جربوا هالطبخة الطيبة وادعولي. بتمنى لكم صحة وهنا وعافية دايمة، ولا تنسوا تطبخوا طبقكم مع